ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده حابه اتكلم عن حاجه كانت عندي مشكله انا شخصيا وكنت بعاني منها سنين كتير قوي في حياتي، وهي ان اي حد في حياتي لازم يكون قريب مني. يعني ما ينفعش ان انا اكون بتعامل مع حد من بعيد لبعيد وابقى انا مرتاحه، لا، ببقى من جوايا عايزه كل الناس اللي حواليا قريبين مني جدا، وكلهم بيدوني نفس الحاجة زي بعض. طبعا ما كنتش بلاقي حاجة زي كده، وفي نفس الوقت كنت انا بتضايق وبقول هو ليه يا رب، واقعد ابقى من جوايا كده، هو ليه لازم يكون في حد مش بيديني حاجة معينة؟ ودايما ببقى حاسة اللي هو حتى لو انا حواليا ناس كتير بيبقى في حاجة كده مضايقاني، هو ليه مش كله زي بعضه؟ وليه مش كله قريب مني نفس القرب ونفس درجة الفهم ونفس الحاجات كلنا بنشاركها مع بعض؟ من قريب بس من حوالي سنة تقريبا وصلت او عرفت اللي فيها زي ما بيقولوا ان كل تفكيري ده مش صح. مفيش حاجة اسمها ان كل الناس تكون بتديلي نفس الحاجة اللي انا عايزاها واكون بديلهم برضو نفس الحاجة. اكتشفت ان البرفكشن اللي انا عايزاه في كل العلاقات ان هي كلها تبقى زي بعض وانا بديهم نفس الحاجة وهما بيدوني نفس الحاجة، ان ده فعلا غباء، وان مفيش حاجة اسمها كده، لان كل شخص في حياتي بيديني حاجات معينة حلوة وحاجات برضو بتعلم منه فيها، وهو نفس الكلام برضو بياخد مني حاجات حلوة وحاجات بيتعلم مني فيها. مش شرط يكون كل الناس اللي في حياتك بتديلك نفس الحاجة ونفس القرب ونفس التفاهم وبيحصل ما بينكم نفس الحاجات. انت لو فضلت تفكر كده هتتعب زيي، فعلشان ما تتعبش انا بختصر عليك المشوار اللي انا مريت بيه. في ناس في حياتك هتعدي عليك هتكون مجرد بتتعلم منها وبس، وفي ناس هتكون هي العشرة اللي فعلا ما بينكم حاجات وذكريات كتير وتفهموا بس حتى بالنظرة الواحدة، وفي ناس هيكون اللي ما بينكم الوقت الحلو والضحكة والتجارب الحلوة اللي ما بينكم وما بين بعض، وفي ناس تانية ممكن تقعدوا بالشهور ما بتشوفوش بعض، بس انتوا عارفين ان اول ما ترفعوا سماعة التليفون وتسألوا عليهم كأنكم كنتوا مع بعض امبارح ومفيش اي اختلاف. وفي ناس برضو هيكون اللي بيجمعكوا مكان معين، يعني مكان شغل او قعدة معينة او مكان دراسة او الجامعة او ايا كان، في حاجة هي اللي بتجمعكوا. كل التجمعات دي مش وحشة خالص على فكرة، كل واحد بيديلك حاجة حلوة، سواء ضحكة سواء تجربة سواء موقف، وكل واحد برضو بيعلمكوا. مش لازم ان كل الاجزاء كلها تبقى في شخص واحد، بس لو انت عندك شخص واحد فيه معظم الحاجات دي فدي بجد نعمة من عند ربنا، لان نعمة ان يكون متجمع في حد العشرة وان انت واثق فيه وان انت اول حد هو بتكلمه لما يحصل لك حاجة وان انت بتفرح وبتزعل معاه، دي نعمة كبيرة قوي. بس مش لازم يكون كل الناس بيدونا كل الحاجات دي. الحمد لله على نعمة ان يكون في ناس حواليك، وما تتضايقش لو ناس مريت بيهم كانوا سبب في وجع ليك او تجربة مؤلمة ليك، لان انت صدقني بتتعلم من ده. انا كان نفسي حد يقول لي الكلام ده من بدري، على الاقل كان في مواقف كنت هستمتع بيها اكتر حتى لو كنت عارفة ان هي وقتية او ان هي مش هي دي اللي هتفضل معايا، بس انا من كتر ما كنت بقعد اقول لا هو ليه مش بيحصل كذا، ليه انا مش باخد كذا من اللي قدامي، في حاجات ما استمتعتش بيها. فما تغلطش غلطتي وعيش اللحظة بلحظتها، وكل واحد بيعدي عليك في حياتك لو ما كانش سبب حاجة حلوة فهو سبب تجربة انت هتتعلم منها وهتطلع منها احسن من قبل كده. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.